مش حرام انك تقابل طليقتك وتكون معاها طلقتها ليه؟ طيب بص يا حبيبي، اولا طليقتي مش عايشه لوحدها، عايشه مع اخوها. فلما بروح بزورها هي واخوها، ماشي؟ دي اولا. ثانيا دي كانت مراتي في يوم من الايام، يعني في بينا عشره وادب واحترام، الموده والرحمه يا جماعه. ثالثا دي انسانه بتمر بظروف صحيه سيئه، ففيها ايه لما اروح اشوف محتاجه ايه واساعدها على قد ما بقدر، بتخلي نفسيتها كويسه. في حاجات بسيطه على فكره بتخلي نفسيتها كويسه. مش معنى ان احنا اتطلقنا ان احنا هنكره بعض يا جماعه. يا جماعه، الموده والرحمه، ماشي؟ في ناس دماغها هتاخدها في سكه تانية، دي بتاعتكم انتوا، ماشي؟ آه. حرام بقى مش حرام، الله اعلم، ربنا هو اللي هيحاسبني. انا بعتبر طليقتي زي اخت من اخواتي قسما بالله، ماشي؟ وكمان عمري ما هنسى ان بسببها هي انا هنا. آه. فالفضل يرجع لربنا اولا، ثانيا هي، ماشي؟ انما بقى احنا طلعنا ليه بقى؟ دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك، اسمها اسمة ونصيب. انا ممكن اشبه تشبيه كده ممكن تزعل منه، فانا مش هشبه التشبيه ده، ماشي؟ دي اسمها اسمة ونصيب، بس كده. وانا من هنا يعني بطالب، لان في بعض للاسف الشديد الامهات لما بيتطلقوا، سواء بقى امهات وابهات، الاتنين بيتكلموا كلام وحش على بعض. مين بقى اللي بيتضر هنا بقى؟ الاطفال. الطفل بيطلع عنده حالة نفسية سيئة. فنخلي بالنا من النقطة دي، بس كده. وربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع، وبحبكم جدا جدا جدا. وهوبا ادي يا عم، السلام عليكم.